أقدم شارع في القاهرة الإسلامية، كل زاوية فيه بتحكي حكاية وكل حجر شايل أسرار ملوك وسلاطين. في جولتنا النهاردة هاخدكم ل3 محطات من أجمل ما يكون. وهنا في قلب شارع المعز بيقف جامع من أجمل الجوامع اللي ممكن تشوفها، جامع الأقمار، تحفة معمارية من العصر الفاطمي، اتبنى سنة 1125 ميلاديا على إيد الخليفة الفاطمي الآمر بحكم الله. الجامع ده كان أول جامع واجهته بتيجي على خط الشارع، وكانت دي خطوة جريئة وقتها. سبحانك نفسي الواجهة مليانة تفاصيل فاطمية نادرة، زي المجرنسات اللي شكلها كأنها شلال حجري نازل من الأعلى للأسفل، والكتابة القرآنية اللي بالخط المنقوشة بعناية شديدة ضافت جمال للمكان. الجامع كان مش بس مكان للصلاة، ولكن مركز دعوة فاطمية، لأن الدولة الفاطمية شيعية وكان لازم مسجد ينشر الفكرة. وبعد سقوط الدولة الفاطمية تحول الجامع للاستخدام السني. لو ركزت في الواجهة هتلاحظ تماثل غريب، كأن كل جزء بيكمل التاني، بس لما تقرب أكتر تكتشف إن كل جانب ليه تفاصيل مختلفة، زي ما يكون المعماري كان بيلعب بفكرة التناظر واللحظة. فأحاربها فتحاربني، أخشى أن أهين فتغلبني، لولا رحمتك تقربني من نورك فامنح غفرانك. ومحطتنا التانية هي قصر بشتاك. القصر ده اتبنى في القرن ال14، كان ملك للأمير سيف الدين بشتاك. برغم جمال القصر وقتها، لكن الأمير ما كانش بيتفائل بيه، بالعكس كان بيتشائم. يعتبر هو ما عادش فيه كتير غير بس كان وقت كان فيه احتفالات ومزيكا واستقبال ناس. ما قدرتش ادخل اصور لكم منه، لكن حاولت على قد ما اقدر ابين لكم تصميم المكان وازاي ان هو كان مهتم بيه. لما نوصل لخان جعفر هنعدي على حارة اسمها حارة بيت القاضي، ودي ليها قصة تانية ممكن نعمل لها فيديو تاني. من أقدم الخانات اللي موجودة في شارع المعز هو خان جعفر، وكان شبه الفندق مستودع للتجار زمان. كل اللي جاي من بلد بعيدة زي الشام واليمن وحتى الهند بينزل هنا. الأوض اللي فوق دي كانت بيخزنوا فيها البضاعة ويقعدوا فيها، وتحت كانوا بيعرضوا البضاعة للبيع. بنى خان جعفر آغا أحد المماليك. خان جعفر بقاله 1000 سنة. البوابات زي ما انتوا شايفين كانت عبارة عن الخشب، لكن مع تقدم الزمن الموضوع تطور. سبحانك نفسي نفسي يا رب تخالفني، فأحاربها فتحاربني، أخشى. ومن اكتر الحاجات اللي بيتميز بيها خان جعفر هي الاحجار اللي هتعجبك تصميمها والوانها، وان ازاي لغايه دلوقتي في ناس بتحترف الحرفه دي. أن أهين فتغلبني، لولا رحمتك تقربني من نورك فامنح غفرانك. أقسمت بعظمة آلائك وبسر الذات. لو انتم مش مشتركين في القناه ياريت تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو وتستنوا الفيديو الجاي.